اخيرا جربت المطعم اليمني اللي مكسر الدنيا في مصر. وليه اخواتنا في السعوديه والامارات والكويت بياكلوا بايديهم؟ اولا دي عشان سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معلومه كمان اكيده بتقول اللي انت لما بتاكل بايديك بتاكل كميه اكبر غير لما بتاكل بمعلقه. فانا النهارده رحت فطرت عند مطعم بيت الشوايه في الدقي في شارع ايران. هو مطعم يمني واصحابه كمان من اليمن. المطعم زي ما انتم شايفين في قعدات على الارض وفي ترابيزات زي ما انتم شايفين وفي اماكن برضو للعائلات. ومش بس كده، لا ده في خيمه كمان جنب المطعم. طلبت الصينيه اللي انتم شايفينها ديت فيها فرختين شوايه، وبيكون في الصينيه من تحت كده رز اصفر ورز ابيض، وبيجي معاها طبعا السحاوي والسلطات اللي انتم شايفينها دي. طلبت كمان طبق سمبوسه. نخش بقى على الفراخ اللي هي من كتر دوبانها كانت سابه من العظم. يمكن دي اول مره اجرب الفراخ الشوايه من مطعم يمني، بس بصراحه الفراخ كان طعمها خطير قوي. نجرب بقى الاكل بالايد. حطيت شويه سحاوي على الرز ويلا نسمي الله ونودي. انا عايز اقول لكم والله العظيم ان طعم الرز مع السحاوي طعمهم حلو قوي قوي وعجبوني جدا. شفت حميده من فتره كده كان بيحط رايب على الرز، فقلت اما اجرب زيه كده واشوف طعمه